بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء ونصب الجبال ووضع الأرض، وصلى الله على خير من نطق بالضاد محمد صلى الله عليه وسلم. برزان خوشويستان لقلت نبين بو شرح كدني كتابك بناوي التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية. لا تنحلقك أو كتابتان لبو شرح دكين إن شاء الله. دتينا ناو كتابكي سرتا بزانين الآجرومية چه داينايا دواتر مثلا چه شرحي كرديا. نبذة مختصرة عن المؤلف ابن آجروم رحمه الله، يعني بختيك درباري جياني ابن آجروم رحمة خواه لبه. كمان اسمه ونسبه، يعني ناوي طاويتيا ونسبي سربة قومشي ولتشجيا. ضله هو الشيخ الإمام العالم العلامة النحوي، يعني ابن آجروم شيء شيخة يعني بلاشي برزي الشيخ بكردواري خوشمان هر شيخي بيدين. طبعا الشيخ كمالك معناه هي بمعناه كسج بير ديال الزمان عربي وبمعناه زانادة أو معناه هي زعلي لما بس بي زانا. الإمام يعني كسك بوك خلق تاوي ليك دي يعني بي شواي خلشي بوا. العالم العلامة، العالم يعني الزانا، العلامة صيغة مبالغة لعالم والجراء، يعني زور زانا لازمان يكردي وشك ما أني ترجمة بيبكا عالم يعني زانا، دي علامة قيت لي بكين دبي إلا زور شيلو دابن يعني زور زانا كلا صيغة مبالغة. كان النحوي يعني لتعلم شي زور عالم بوا لعلمي النحو كأكتاب أما داخلين بيدران علمي النحو. ناوي طواوي أبو عبد الله محمد بن محمد ابن داود الصنهاجي المغربي أو ناوكيتي. بيان داود أبو عبد الله أو كنية طبعا كسك مثلا من ضالك ناوي تبي ناوي من ضالك بانجيدا كان أبو عبد الله بخوي ناوي تبوا محمد بن محمد بقى بشي ناوي محمد بوا ولا قديم زؤر بوا كابلا ناوي محمد بوا كراجش ناوي لنا محمد أتانا أوكي وش خوي لبي يعني لبو تبرك بناوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم محمد بن محمد ناوي لمضانك شي ناوي محمد عند أزابو دسم داني ناوي لنا محمد هذا الدناس يوا. ابن داود كري داوديا الصنهاجي المغربي خلشي مغرب بوا المشهور بابن آجروم بس بناو بانك بوا بابن آجروم يعني بتقول ابن آجروم أو زديان زاني لقيتشتها أنا محمد بن محمد بن داود لو أنا زور مشهور نبي بونا يعني سبيك كتب محمد بن داود الصنهاجي قبل ناس بس بني ابن آجروم بعض زاني لقيتشتها أو كسيكا آجروم يدانا. ابن آجروم معناه يسوق كس لباو بابيريناي آجروم نبدي وناول شيء ومعناه بلغة البربر بزمان بربر كان آجروم يعني الفقير الصوفي كسر فقير كسر الصوفي كمثلا هالصوفي خومان باشا. طبعا بربر خلشي لاي افريقيا مغرب وجزائر وانا قديم قومي بربر يكاني ليبوا دواترك فتحي اسلامي جيشتوين دار زور بيان مسلمان بونو بنا بانكترين شان طارق بن زياد بوا كدواتر دبت قائدة جيش اسلامي وفتحي اندلس ده كان او ناوكي. مولده لدايق بوني ولد رحمه الله في مدينة فاس لا شاري فاس لدايق ولا مغرب سنة 672 هجري لصالح 672 هجري لدايق وهي السنة التي توفي فيها الإمام ابن مالك. لو صالي كإمام ابن مالك أو زانا قوريا وفاتي كرديا ابن آجروم لدايق وحياته ونشأته بعض زنجياني كوبا كان رحمه الله فقيها أديبا كسر فقيه بوا فقيه ذكر بدو معنى ليش بينه بمعنى كسر تيجيشتو عاقل معنى لغويكي معنى إصلاحيكي يعني لعلم فقهش شارزابوا. وأديبا كسر أديب يعني لبواري أداب شعر ونثر أو أنا دستش بالاي هبوا تيجيشتو بوا يعني
تندين شعري لبربوا هزارها بيت شعري لبربوا كبراشي عالم بو علمي كأدب هندك لصفات كان باز دكا كثير الصمت والأدب يعني زور بيدنگ بوا كم قصي كرديها زيات الجوي راقلتيها يعني زانا دبي وابي يعني لبو جوي راقلتن بدل السري بيو نبي والأدب كسج زور بأدب والصلاح كسج تساقوا والتواضع يعني كسج بوا سر رأي أو علم زوري كهيب وفقيه وعالم وأديب ونظم تبوا بلام كسج تواضع يعني تواضع الوان دائما خو كم زامبوا هيك تكبري لنا ده سيدا لو زمان دبيني كابرا دو كتيبي دخينتو خوي بدنيا نادا اوندا تكبر شوالو بيدا دي بلام زانا دائما هركسك كعلمي زياد بو تواضعي شي زياد دبيتن عنادي كم دبي اقل علمي زياد بي عالما بالنحو كسك بو زانا بو بعلمي نحو متبحرا يعني ملواني كده ملواني لتا في ضبط القرآن والتجويد يعني لو علمي اوندا شارزابوا لضبط قرآن لجوان خوينوي قرآن لتزويديش بهمان شوا تزويد لزان علمك بريتي لا توني تجوان خوينوي قرآن وهلا نكردن تيدا زال أحكام مكاني أخذ عنه جماعة من الأئمة بفاس يعني جماعتك لإمام كاني شاري فاس علميا لورقرتيا وكوشي كأبي العباس وكأبو عباس كناوي خويتي أحمد بن محمد الخزرجي المتوفى سنة حفصة سليكي هجري كأوزانا شي قورب ولا فاس ومحمد بن علي بن محمد بن يحيى الغساني كناسرا وأبو عبد الله المتوفى سنة حفصة سلودي هجري وأحمد بن محمد بن شعيب الجزناء كناسرا وأبو العباس المتوفى يعني صالي حفصة سلونو وفاتش كرديا المتوفى يعني وفاتش كرديا وعبد الله الوانغيلي الضرير كناسرا وأبو محمد المتوفى سنة حفصة حفتانو هجري يعني أو زانانا هميان علميا لو زانا قوري ورقتك ابن عجرون بوا تلقى علومه بفاس وبرع في علوم كثيرة يعني لفاس علمي ورقتيا زانا كان يندر وشارزاب ولا كوملق علم يعني بزنرين والله كابراك بز نحوي زاني وهيج كينا زانية زماني خوي زماني موسوعية بوا يعني هر عالمك كوملق علمي زانية علمي نزانية ثم قصد مكة للحج وتويت مكش ليندر حج كرديا فمر بالقاهرة بقاهرة داتي بريا ودرس على يد النحوي الأندلسي الشهير لسردستي يقل زانايا بناو بانغ أندلسيا كان درسي خينديا كناويتيا أبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي المتوفى بالقاهرة سنة حفصة سلوبينزي هجري لصالح حفصة سلوبينزي هجري وفاتي كرديا لقاهرة وأجازه على ذلك وإجازة شلسروي دايته أو الجياني ابن آجرم دينا سرت مؤلفاته بزاين دان راوتي هي لبناو بانكترين يعني له مؤلفات كثيرة كومالك دان راوي هي كومالك كتابي هي داينا بلام منها لو أنا دو لبناو بانكترين كان أنك أولا خواي جورا قبولي ببخشي وبلاو بيتو وبناو بانك بو ولا تندين ولا درسي لسدخين دري الآجرومية أو كتابك سلب الدستيمية وأمدي خينين وشرح الشاطبية وليقل كتابك عندك شرح الشاطبة وغيرها بيزقلوش زورمان هي وفاته توفي رحمه الله بفاس بالمغرب لمغرب لشاري فاس وفاتي كرديا صالة حفصته بستوسي هجري وفاتي كرديا رحمة خوالي يا ربي وخواي قولي لي قبول بكاو بخاتس الميزان حسناتي مقدمة الشارح شارح فيزناك مقدمة كيزول سيراب وستين كان عندك باسي كتابة كيدك بس قرين قوي كبزان أو كتابة شو شرحي كده طبعا هو أو كباس ما كد ابن آجروم بو كتيدانا آجرومية أو متنا كيدانا أو بياوا محمد محي الدين عبد الحميد تي كرديا شرحي كرديا شرحي متني آجرومية كرديا أو ذا ناوي لشرحك خوينات التحفة السنية التحفة السنية التحفة يعني اشتشي جرام بها اشتشي نفيس بنرخ السنية يعني دروشاوا روناك على مقدمتي بشرح المقدمة الآجرومية يعني شرحي تشي كرديا شرح مقدمي آجرومية كرديا استهدتنا ناو المقدمات بزان علمي نحوتيا إسفاديتيا
ثمرة كيتشيا نسبة كيلو شيء دقرته شيء داينا سربت علومة شيا وواضع كيتشيا يا كم زاد تعريف علم النحو. التعريف كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان منها كلمين نحو كمدلين علمي نحو كلمين نحو معنايتي علمي عن زانستي نحو معنايتي لغة نحو معنايتي لغة يعني وشكا لروي لغوي وكبكار ديني لك علمي نحو زاري لروي لغة واصطلاحا ما هي اصطلاحا يعني كزانان درن علمي نحو ما بستي بيتيا وكلمة لخدي لغة كذا معنايتي أو لغتنا لغة يقل معناها كان منها الجهة يعني آراسته برو وكتي تقول ذهبت نحو فلان روشتم برولاي فلان أي جهة فلان أي جهته يعني ليرة كلمين نحو بمعنى بمعنى برو بمعنى آراسته أو يقل معناها كان معناها شديكي هي الشبه والمثل بمعنى نمونة يعني هاوشيوا يعني نمونة وكتي محمد نحو علي أي شبهه ومثله يعني محمد نحو علي وكو علي وايا أي مثله أي شبهه أولا روي لغة بمعنى جهده وبمعنى مثل يعني شبهده أدلة إصلاح علماء يعني كزاناك دركا كما علمي نحو دزانم يعني زاناك دري أوشتب بيواندي بعلمي نحو وهي يعني دري أقر علمي نحو بزاني لقرآن شارزاد بي قصدي بيتسيا قصدي العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك يعني علمك بالقواعد كوملك أتو شارزابي لكوملك بنما كوملك ياسا كبهوي أو ياسا ويعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية دزاني كلمات عربية كان كوتا بيتي حركة قدبيتن كما حركات مانها حروف مانها بهوي علمي نحو دزاني كوتا بيت دبي حركة كيتسبي ولا برتي أو حركة شي هي في حال تركيبها طبعا لنا جملي بتنيانا علمي نحو قد نجيب كلمة نادا قد نجيب جملة دا علم السياق علم الجملة علمك بيواندي بجملوها بيواندي بكلمونيا أو بيواندي بكلمة وهي علمي الصرفة صرف نحو معنى صرف ليه كلمة دا كولتا أو كلمة لتاتيا جذرة كيتسبوا تيلي دروز ذكر تيلي دروز أو علمي صرفة بلام أو كلمة كهاتنا وجملي ده بتاع عادي علمي نحوي بزانين كوتا بيتي حركة دابنين إعرابي تيا أو علمي نحو قرنجي بوشتان ذاك قرنجي بوشتان ده من الإعراب والبناء كما كلمة معربة كما كلمة مبنية زقلوا أنا وأروى بناسش ديكي لو كرا قيل علم بأصول يعرف بها صحة الكلام وفساده علمك كأتو هندق بنما دزاني بهوي أو بنما أنا ودزاني كما كلام كما جملة راسته كما جملة غلطة يعني كمان لو قواعدية أو جملة غلطة تدا بهوي علمي نحو لزاني إيش علمي نحو نزاني قبل هرق سشبكة لكنتو بربي تقتقي ويز أوين يعني بري والله غلطني كابري عامل أخوي قصيدة كابري والله عربي تسمى خوش قصيدة كان أزاني وعربية هم سقط فقط أو بابرين علمي نحوي موضوع علمي نحوي جرنجي بسددا وموضوع علم النحو بابتي علم نحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة جرنجي بكلمات عربية دا لنا جملي بوشوي كلنا جملي باس كرايا حالي أو كلمة مرفوعة منصوبة مجرورة مجزومة أو كلمة فعلة فاعلة مفعول به جمعة مفردة أو تسيا أو جرنجي بوشان يعني كلمة عربية كولتا ولا ناو جملي صحالتها شيء هي الثمر باش عملنا قرأ علمي نحوي بزانم تستفادك ده كم استفادة هي يعني تستفادين طبعا هم علمك استفادة خوي هي بس بابزان استفادة علمي نحوي تيا الثمرة برهمكي بروبومكي وثمرة تعلم علم النحو برهمي فيربون علم نحوتيا الاحتراز عن الخطأ في الكلام العربي خو بدور قرتن
غلط كردن لهلا كردن لكلام عرب سنوسين تقصى كردن أتوقع علمي نحو بزاني بناو ناكي بكيف خط بلكو ببي بنما كانوا قواعد كان علمي عربي كدان درايا وشوازة قصيدكي زقلوا وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فيربوني علمي نحو يك لو علماني طبعا علمي نحو بيدو قلت علمي آلة يعني أداتك لابد تيجيشتن لقرآن بيروز وتيجيشتن لفرمايشتكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببيع علمي نحو ببيع علمي صرف ببيع بلاغة بجواني تيناقي كواتا لوي أتولى قرآن ولا حديث تيبقي بيوسد باتيا بيوسد بعلمي نحوه ببيع علمي نحو ناتواني بجواني تيبقي اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها كأودو شتا قرآن وحديث أصل شريعة إسلامية يعني شريعة إسلامية لسرس دامزرا بدرزي قرآن دواتر حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كتفسير قرآنية وشريعتش لدوري أودو شتيدا صورته شريعة إسلامي كواتاتو لو إلى الشريعة تكي خود تيبقي بيوسد باتسيا بيوسد بعلمي نحوية بيوسد سرتاوكانش بزمان خوي بخين دريتو أتو فرق تفسير شي بكردي بخيني ولا قروي بسي قرآني بخيني وليش تيبقي وتفسير شي بعربي بخيني فرق زور أو بابرين أرسطو وأفلاطون إجباسيان كده كتسن لحقيقته كيدور ذاك اليوم لو فلسفيه نسبته يعني سربة علمك نسبته سربة علمك علمي نحو وهو من العلوم العربية لعلمي زماني عربي كلسه بوزان سان كأزان كمان هي سربة زماني عربي بالله صرف مان هي بلاغة مان هي دلالة مان هي أنا هم سربة علمي عربينا علوم عربينا يقلوا علمانش كسربة عربية تيا علمي نحوية واضعه تشيء علمي دانايا المشهور وبنا وبانجا يعني كوما ذكر إيه ليرة تفاصيل بينادين بلا ما ويك الكتابة كمان باز ذكا وأويك بنا وبانجشة أن أول واضع لعلم النحو يكمكز كعلم نحو دانا هو أبو الأسود الدؤلي كابراه كناوي أبو أسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفرمان علي كري أبي طالب رزاي خواي ليبي طبعا علمي نحو أو نبرين والله نبويان مثلا بيش علمي نحو أزمان عربية ونا بيشتر علمي نحو نبو أو ها كتابك هبيبية بري أو شفعل أو فاعل أو ضمة أو فتحة لو لبروي عرب تيكن بقوا مكاني ديك وكسش ندا لقوا مكاني ديك زور جرينجي بزمان عربي دا خوي فير بكاوشتانا عربيش كلا دايق دبو بتلقائي بأوتوماتيك فير دبو دي زاني بيوسي بوينه وبكتابش بخيني بلام دواتر كإسلام هات قوم كان ديك هم هاتنا وإسلام مثلا خلشي ديك دات لمدينة دجيا لو شارع عربي كان دجيا بعربي داويس قصيب كان غلط يعني تذكر ولا غلط زور بو آخر بيتام بو أبو أسود الدولي أو كباز دا كان تيروكا دلر شو شيء دانش بود شيء جاكيت مشاي عاصماني كيف قوتي ما أجمل السماء أو تمشى ما أجمل السماء أجمل حركي لامكي ضمية السماء حركي كسرة أجر جملة أو هابي يعني تشتك أسمان تشتك زوان ترين شتل أسمان يعني تشتك أسماني زوان كذا أبو سود ولي لولا دانش بو وتي نجومها استيركاني يعني وايزانك سجى بالسير ذكا تشتك أسماني زوان كذا إيش قلتي استيركاني أسماني زوان كذا يعني أسمان بأستيرو زوانه سوكي قلتي أنا لم أستفهم أهم برسيار من كرديا قلت يدي قلت أنا تعجبت من تعجبهم كل قلت آسمان تنزوانا إيه قلت أجبري آسمان تنزوانا دي بري ما أجمل السماء لا ما كفتحيها بي سماءك همزك آخرش فتحيها بي هو سر لسري خويدا قلت قرن بسري لحن جيشنا مارمن يعني غلط لقصك زمان عربي جيشنا مارمن واشتقبك يعني عرب زور بيتك دسو هسه توكن علي كري أبي طالب قلت يا إمام أي أمير المؤمنين أو لحن زور بوا لحن يعني غلط طبعا غلط زور بوا لقصة كذن لزماني عربي تبكين إيه قلت أنحو هذا النحو وتي نحوي دابنه عشان علمي نحوي دابنه وبآنك دين بعض دين نولات إسلامي فير عربي دابن بطواتي فير عربي بنو غلط تدانا كان أو بك دستي بيكردو
بكون خطوات داروش ناسين انها تفاصيل. المهم يكم كسك علم نحو دانا ابو اسود الدوليو او جرودا وكي كزور بناو بانغا اوشتا. حكم الشارع فيه يعني حكم كيتيا آية سنة خير فيربي يعني فرضة أجا فرض كفاية يعني فرض عينة شان يعني ضل وتعلمه فرض من فروض الكفاية يعني فيربوني يكلا فرض كان كفاية فرض كفاية طبعا أويكا أجا مجموعة كفيربون أو فرض لسا أو كان ديك لا ده كبي بلام أجر كسفيري نبيتن همانقون أحبارن وربما تعين فصار فرض عين اللي رأيك كجديني ضل لو أنا ببت فرض عينش يعني لو أنا استخدمك دابك همو خلق لسري واجب بفير بتاع كل دينك يا خوي تبقى ببت فرض عين بلام أصل واك فرض كفاية يعني مجموعة كفيري بن لسأو كان ديكا لا دكبي أو علمي نحو أو شتانا استدينا ناو كتابك تسينا ناو علمي نحوي بزاني علمي نحو تشيو وقرنجي بس ده وهمش لكاني بنما كاني فير بن إن شاء الله. قال المصنف مصنف دله طبعا مصنف قلت مانشي ابن آجرم أو كشرح دكا محمد بن محي الدين أو يا مصنف دله أما متن مانها شرح مانها باشا متنكي قسكي دخينين ودو هتشرحكي. قال المصنف مصنف شيء وهو أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجرم ومن بعد كده كمصنف كان محمد بن داود الصنهاجي كناصر ابن آجرم والمولود في سنة 72 و600 لصالي شصته حفتاو دولة دايقوا والمتوفى في سنة 23 و700 ولصالي حفصته بيستو سي وفاتي كردوا من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى يعني صالي حفصته بيستو سي هجري رحمة خوالي به. باب زي مصنف تدالب. الباب الأول تعريف الكلام دينا سر باب يكم زان بزان كلام تشيا. قال يعني المصنف قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كلام تشيا كلام لفظك دربرينك مركبة لقدراوة المفيد يعني إسفادي لي ذكره باب الله يسدين الشرح ده كان مفيد قصدي بيتي إسفادي لي ذكره بالوضع بكلمات عربي بيتن كلمات زماني ديكا نبيتن. وأقول طبعا قلت قال يعني المصنف قال المصنف يعني ابن آجرم داله قلت أقول أو محمد بن محي الدين داله أقول يعني شرح ده كم إذا مدينة الشرح كي شرحي أقصي كابن آجرم كردي بأبزاني أقصي ما بس تبيتي ابن آجرم دري اللي لفظ الكلام معنيان وشي كلام دو معناه هي أحدهما لغوي يكشان لغوية يعني أو شيء كلام أما أقصي احتيادي درين كلام يعني والثاني نحوي معناه دوم نحوية يعني كزانايش زماني عربي زانايش نحوي دل كلام أو بس تبيتي. أما الكلام اللغوي كلام لغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة سواء أكان لفظا أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة. عبارة لويك قصق بكي استفاديه بي يعني قصق بكي يحسن السكوت عليه كسي برانبر تصاوري وشاش دي كانك هتا معنى أقصي طوابي مثلا دلم الجو صاف جو صاف سواء من قصكم باتو دا قصكم باتو قد أتتصاوري أو إناك يمرون كرنا ولا سروي بدم تواد جو صاف خبرك يعني يحسن السكوت عليه ذا أقصي لفظ بي دربرين بي أم لم يكن يعني لفظ نبي أو لا لغوية كان طبعا زمانه وأنا كان أجر لفظ نبي ذكرت سيد كبي ذكر خطبي نسرابي يعني بقى خطبي الكتابة نسين والإشارة ذكر بإشارة بهم زو صاف ببيقصة كذا أوجدت كلام لا لغوية كان يعني مثلا لم يعني قف راوس ببيقول كلمة كيبريم كأو هذا كم درم راوس يعني أو هذا كم يعني يعني برو دور كوا ببيقوا يقصي بكم أو لا لغوية كان بس أو إشارته دبت كلام بس لا نحوي كان نابت كلام. أما الكلام النحوي أدي كلام لروي نحوي وزاناني نحوي كذا الكلام فلا بد من أن يجتمع فيه 4 أمور
لابد يعني هردبي أو تسار صفتي لي بيتزي هر تساري نقيه كشان هر تسار صفتي لي بيتزي باب زين أو تسار صفته تسيا. الأول أن يكون لفظا دبي لفظ بي، ثانيا أن يكون مركبا ليقدراه بي، والثالث أن يكون مفيدا يعني استفاده بكل سر الراوستي كابرا سامع تساورنك، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي تسارم دبي داندراوي عربي يعني قصي عربي بي نابي قصي زمان إنجليزي وشتانا للاي علمي نحو حساب ناكري لا لغوية كان كلامه احتيادية زمان وانا كان بس مكا قوت ما نحو بس علمي عربي دقريتوا أو زي أسدي أو تسارو شيء يك بدريجي شرح دكاتن. معنى اللفظ قصد ما بيتي كدرين كلام دبي لفظ بي، ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. كدرين لفظة دبي لفظك أو الصوتاني تدابي كهندك حروف هجائية يعني حرف عربي كان كبألف دس بيدك وتنتهي بالياء بياء كوتاي بيدي. مثاله أحمد وكتي أحمد يعني يكتب يعني سعيد أوانا لفظا دربرينا، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على 4 أحرف هجائية. هريك لو كلمة كباس مانكر أحمد يكتب سعيد كاتك دري دبري صوتك لدو ديتا دريك كهندك لحرف هجائية كاني تدا مثلا أحمد همزة تدا حائي تدا ميمي تدا ودالشي تدا أو عندك حروف هجائية، حروف هجائية ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره أو حروف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين، للا نحوية كان إشارة نابت كلام أتهر أو هابك أتا نري ابتعد نابت كلام كابتعد لفظك لدوت هات دري أو اختي دبتا كلام. وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما هرتسندا للا لغوية كان دبتا كلام هرتسندا رأيك هيك ابن فارس دالا حتى للا لغوية كان جنابتا كلام كتاب المقاييس اللغوي باسي كرديات كدالا كاتك تعريف كلمي دك هذا الكاف واللام والميم أصلان أحدهما يدل على نطق مفهم ودل أوانا يكشيان دلالة لا أو إذا كان دبي نطقي بكي أو زد واضح دبي يعني تان نطقي نكي واضح نابتين زربش أو معناته لحصول الفائدة بها أو معناه لفظ معناته كدبي كلمة كان منطوق بي يعني دربراو بي صوتك بك عندك حرف هجائية كان يتدابي يعني كدلا حرف هجائية كان مقصدي أويا أتو عندك الصوت هي مثلا نابت كلام ولو تبري حبشم استوى هيت أو تدانية حرف هجائية تدانية يعني من دالك هاوار ذاك تجريه أو هيت حرف هجائية تدانية كوات نابت كلام. معنى التركيب تركيب معناتها ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. مركب يعني يك كلمة بيجنيتن دو كلمة يعني زياتر برو سروا عشان وكتي نحو محمد مسافر وكو محمد مسافر يعني محمد قشتيار يعني قشدك عشان ليرة دو كلمة محمد مان هي مسافرش مان هي يك كلمة نية كعت كلام لفظ شرط يكمل دبي لفظ بي دب برا شرط دوامي دبي مركب بي يعني هذا جنونيد كينايتوا العلم نافع زانست بسودة يبلغ المجتهد المجد كسي مجتهد كسي تيكوشر دقاتا شكو مندي دقاتا سركوتن ولكل مجتهد نصيب همو تيكوشرك همو هولدرك نصيبة هي يعني بابلين بشكة هي لويك تيدكوشي لبيناويدا باشا بدي ديني أجر هموش بدينيني. العلم خير ما تسعى إليه زانست باشتريشته كهولي لبو بدي. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما همو أو دستواجانا همو أو جملانة كبيشتر تازة باسمع كلا محمد مسافر حتى العلم خير ما تسعى إليه تسمى كلاما بيدو قلت كلام. وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر هل يقلو عبارتان بيشتر كباسمع كرت لدو كلمة يان زياتر بيك هاتوا. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما
عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها. كلمة بتنيا للاي نحاة يعني زاناني علمي نحو بينا قلت لك كلام هتاوكو كلمة دي كان نيتا بالي إلا إذا انضم غيرها إليها. أتا كلمة نيتا بالي سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا. جا أو هاتنا بالا حقيقة بي وكون منكاني بيشتر يا تقديرا بي. تقديرا يعني ناديار بي. بونمونا كما إذا قال لك قائل أجر يكك بيت بالله من أخوك شي برايتو شيا فتقول محمد أتدليت دلي محمد. والتقدير فهذه الكلمة تعتبر كلاما أو كلمة تنهى دلي محمد أو بيدك كلام صلاة مشاو قصيب تازد يقول يك كلمة نابت كلام هتا كلمة دي كان يتبالي استدري محمد بتني كلامه بس لو محمد بتني كلامه بزحمة لأن التقدير محمد أخي لبروي أتو وعلم يشكد دايك بليت محمد أخي محمد برامة بس كلمة أخيكت نقوتيا لو تكد جوابي سؤالك تشي براتا محمد عقسك إسفادي جان لو تكد جوابي سؤالك فهي في التقدير عبارة مؤلفة من 3 كلمات أو جملة محمد أخي عبارة كجملة كالسي كلمة بيكاتي يعني إذا بسيارة كشلو دروزني بري محمد كلمة أخي 2 كلمة أدي له شارح دل والله سي كلمة محمد كلمك أخ بتني كلمك يا أكش بتني كلمك لوتك يا أكد زيناو ضميرة لزيناو شيء أخي براي من أوش بو كلمات كاتا سي كلمة لويا ليرة محمد بتني كلامة تونك جوابي برسيارة شيء بلام أجر هيت برسيار نكرابي هيز لغوري نبي أتو بي ليرة دانش بري محمد هتا ايوار بي محمد نابت كلام لولا بري من نازن اري محمد ايش اشكر ديا محمد تشبه سر هاتيا هتا قسكي نكي يقدو كلمه كنين بالي نابت كلام. شرط سيم الافاده كلام دبي افادته دبي ان يكون مفيدا يعني ومعنى كونه مفيدا ان يحسن السكوت عليه أن يحسن سكوت المتكلم عليه أو كقسكر لسري راوستي قسك معناه بدا يعني بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر سامع أو كسيك قسكي لو دكيك أو كسيك جويلي دبي أو كسيك قسكي دخين توا تصاوري كلمة ديك نكهة معناه كطوابي مثلا فلو قلت أجر بلي إذا حضر الأستاذ أجر ما مصطاحات أجر ما مصطاح أمادبو ألير الراوستاي إذ تعود نكر لا يسمى ذلك كلاما أو نابت كلام لو لبري تسدى بكاك يعني من تصاور هذا كم بزانه ما قال ما مصلحة تسرود هذا بغايب ما عندنا نسي درس ما لو شرح ذاك تسرود هذا هيت كلامك يسفادينيا ولو أنه لفظ مركب من 3 كلمات هرتسند اللفظة در براوة ومركبشة ليقدرايش 6 كلمة بلام لبر أوي لا يحسن السكوت عليه نابت كلام لبر أوي استفادين دا نابت كلام لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا لبر أوي مخاطب أو كسقس كيلو ذكي تساوري بزاني أتولا باشا ويتصدلي مما يترتب على حضور الأستاذ تساوري بزاني أجر أستاذ بيتن أهماد بي ترود دا تشتاق لدواي ورود دا تساوري أوي أتوغوتي تد نبويت كلام أجرتي 6 كلمة 2 كلمة جنا 6 بس هل نابت فإذا قلت خو أجر بدي إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما أجر بدي أجر ما مستأمد بي طلب كان بيدنك دبن جرا دقرن أو دبت كلام لماذا لحصول الفائدة لبروي فائدة جيانت أوش شرطة شديكة لا شرطة كاني كلام طبعا أجر نبت كلام دبت كلم أجر يجبو شابو تمشاك أجر يجبو شابو بتاني قوتمان محمد أو كلمة أجر يجبو شزياتر بو بلام لم يحسن السكوت عليه أجر مثلا لو شش زيادة دوب وسيب وتسار وبلام استفادينا دا كلامك بيدلن كلم مثلا أو نمونه هنا وقلتي إذا حضر الأستاذ أجر ما مصا أماد بي وسي كلمة بلام استفادينا دا دبت كلم
أجر كلمة زيادة يعني دوب سيبو ويحسن السكوت عليه تواني ما لسير رابوستينو معناه دا أو اختي كلام أو فرق بين كلمة كلام. خالي أخير معنى الوضع. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. أويك أو شاني بكاري ديني لقصة كردن دا لو شان بك عرب داينا لو معناه أو شاني كمعناه هي عرب داينا. مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى. حضر كلمة كعرب داينا لو معناك بدا كمعناه كتيا هو حصول الحضور في الزمان الماضي. أويك كسك لرابردودا أمادبوا. مثلا حضر أحمد أمادبو لرابردودا كواتا كلمة حضر كلمة عربية عرب داينا ومعناه كشتي دقين عرب تيدقا لبلو عرب داينا ووضعي عربية. وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. كلمة كمحمد كلمة كعرب داينا له معناه ككسك بناوي محمد كسك أو ناوي هي كقوت محمد دزاني لقبيتا. فإذا قلت حضر محمد أجر بلي حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب. دو كلمة بكار هنا حضروا محمد هردو كلمة لو كلماتانا كعرب داينا. بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما. ببيتانا أجر قصد كرد بوشي أعجمي طبعا غير عربي هم أعجمي وكو مثلا كلمات فارسي البكار هنا مثلا كلمات التركي البكار هنا كلمات البربري البكار هنا كلمات فرنجي يعني فرنسي فرنسا بيشت بيدو قدرها فرنجة فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما. لا علماء عربي بكلام حساب نية. وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما أجرتي لا خلشي لغة كيدك كلاما. مثلا بفرنسي قصيب كي لا فرنسي كان كلاما بفارسي قصيب كي لا فارسي كان كلاما بضام لا عرب لا علمي نحوي بكلام حساب ناكره إشي ما كلاما. أمثلة للكلام المستوفي للشروط تنمونك لو كلامانك أو شروطانك دا مثلا الجو صحو جو صافة البستان مثمر بيستانك برهم دارا الهلال ساطع مانغا كدرو شاوية السماء صافية آسمان صاف بهورة يضيء القمر ليلا مانغ بشوان روناشي دا دروشيتوا ينجح المجتهد كسي تيكوشر كسي هولدر سركوتو دبي لا يفلح الكسول كسي تنبل سركوتو نابي لا إله إلا الله هيت برستراوغنيا بحق زيجل الله محمد صفوة المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم باشتريني بيغمبرانا. وأمثلة للفظ المفرد تنمونك للفظ مفرد يعني يقو شبيت يكلمة بي محمد علي إبراهيم قام يعني هستا من يعني لا. أمثلة للمركب غير المفيد مدينة يعني تنمونك لبو كلامة مركب كتوشق ليك دراو بنام غير مفيد إسفادينية يعني لا يحسن السكوت عليه معنانا دا معناه كتانابي وبكلام حساب نية. مدينة الإسكندرية يعني شارع إسكندرية عبد الله بنديخوا حضرموت أو ناوي شوينة لو أنصف الناس أجر خرشي إنصاف بإنصاف ترود دا نازن. إذا جاء الشتاء أجر زستان به ترود دا داري كودكي وصوبي بيدكي تدكي مهما أخفى المرائي هرتسند كسي رياباس أو كذا مثلا عبادة تقالو خلشي هرتسند عبادة كان بشارتوا ترود دا بيبرين آشكرا دبي بس تيداني كواتا نابتا كلام إن طلعت الشمس أجر روج هلات ترود دا نازاني أو لفظانا لفظة مفردة كان يعني مدينة الإسكندرية أجر جوابي بسيارة شبي دبتا كلام مثلا إلى أين سافرت أجر يعني تسوي سفر اللوتشين دركت أجر أو وقتي برين مدينة الإسكندرية أو وقتي دبتا كلام بلان بوشي وازا نابتا كلام بكرتي وببختي أويك أورو باسمان كرت
تبو لا بابلين لا صلبي موضوعك باسي كلام ما انكرت كلام بيناسكي تمان هي لا لغوية كان همانا الكلام عند اللغويين لقى كلام عند النحاة يعني عند أهل اللغة للاي نحاة كان يعني للاي لغوية كان للاي لغوية كان أويك منطوق بي يعني غير منطوق بي منطوق يعني غير منطوق وكو تي وكو إشارة مثلا إشارة أو أنا هموي بكلام حساب للاي لغوية كان بلام للاي نحاة كلام دبي يكا قلوت صار شرطي تدابي دبي تبيتن دبي لفظ بي اللفظ يعني مشتمل بي على حروف هجائية يعني حروف هجائية تدابي حروف هجائية لا ألفية تا يائي حروف هجائية أو لفظ بي عند البراوبي إشارة وشتانا للايوان نابتا أو اللفظ المركب دبي مركب بي مركب يعني كلمتين أو أكثر كلمتين أو أكثر لدو كلمة يعني زياتر بيك بي المفيد كلهم يا مهمتر المفيدة دبي تبيتن مفيد بي يعني أن يحسن السكوت عليه يعني هم قسكر هم سامع كأتقسكت كرو سامع إيش جاي ليبو طاو معناها كبقاتنو أو لا تدا نبي آخر شد بالوضع يعني بالوضع العربي ده بكلمات كان حروف كان هم يسبن هميان عربي بن نمونا شبيني نوا مثلا سافر محمد أو بابلين أو كلام بس تنها أجر قوتمان محمد أو دبت كلمة أو نابت كلام يقول شيء بتنه أجر قوتمان لو أنصف الناس أجر خلشي بإنصافن صرود دا نازانين كواتا أو كلامنيا أو دبت كلم أو نابت كلام أو بختو كرتي أو يبوكا أورو باس مانكر درسي دابة إن شاء الله دينا سر أنواع كلام دبت تسنع وعلامات كاني دخينين إن شاء الله دبو درسي أورو أون دمان بس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم